في لغز واحد كبير وشخصية واحدة بس التاريخ والكتب السماوية حكوا عنها قصة هزت العالم، ومع ذلك لسه الاسم ضايع ومجهول. واحنا النهاردة مش جايين نحكي حدوتة قبل النوم، لكن احنا جايين نفتح ملف تحقيق عمره اكتر من 3000 سنة، ملف اسمه فرعون موسى. فيا ترى مين بقى هو فرعون موسى الحقيقي؟ وهل هو الملك الجبار اللي بنى اكبر تماثيل في التاريخ، ولا محارب محدش يعرف عنه كتير، ولا يمكن القصة كلها ليها ابعاد تانية خالص؟ ويا ترى لما البحر انشق نصين مين اللي كان واقف بعربيته الحربية وشاف الموج بيعلى فوق راسه؟ ومين اللي جثته لسه شايلة اسرار الغرق لحد النهارده؟ وفي التحقيق ده هنمسك الخيط من اوله، وهنقلب في البرديات، وهنفك طلاسم الهيروغليفية، وهندخل معامل التحليل الجنائي للمومياوات، وهنسمع رأي العلم والدين والتاريخ. يعني هتكون رحلة طويلة ومليانة مفاجآت وصدمات، وكمان نظريات هتغير تفكيرك عن اللي حصل في أرض مصر زمان. ولازم تتفرج على الفيديو ده للنهاية، وده لأن هعرض عليك فيه أغلب الحقائق الموثقة وأغلب النظريات والفرضيات اللي بتتكلم عن حقيقة فرعون موسى. وفي آخر الفيديو هسيب الحكم ليك انت، فجهز قهوتك وركز معايا، لأن الرحلة دي مش لأي حد، لكن الرحلة دي للي عايز يعرف الحقيقة أو على الأقل يقرب منها.